النشاط اللي وقفته اليوم كان عبارة عن لقاء تواصلي مع الشباب الورزازي نظمته أعضاء وعضوات الشبيبة الاشتراكية بإقليم ورزازات بمعية مع المكتب ديالنا ديال حزب التقدم الاشتراكية بورزازات. وهذا اللقاء اللي قام على عدة نقاط اللي ناقشنا فيه عدة نقاط أساسية، من بينها أولا كيفية التسجيل بالنسبة للمسجلين الجدد، ثم ناقشنا عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتبارها واجب ومسؤولية وطنية. ناقشنا كذلك الحق في التصويت باعتباره حق لا يباع ولا يشترى وخصنا نتشبتوا به. ثم في الاخير، وهذه هي النقطه اللي كانت كتفرض نفسها في هذا اللقاء هذا، واللي هي العزوف الشبابي عن السياسه، واللي عززناه من واحد الاسباب اللي شفناها جميع كاعضاء وعضوات الشباب الاشتراكي الى جانب الشباب، انطلاقا من احصائيات ومن معطيات على ارض الواقع. في الاخير اعطينا حلول اللي هي منها حلول اللي هي قريبه المدى اللي ممكن نشتغلوا عليها في هذه المده هذه، ومنها حلول اللي ممكن نطبقوها من هنا مستقبلا ان شاء الله، واللي غنشتغلوا عليها حنايا ان شاء الله كسياسيين وسياسيات مستقبليين. اخر حاجه ما ممكنش نخلي هذه الفرصه تمر دون انني نوجه نداء لجميع الشباب والشابات وجميع المواطنين والمواطنات، من هذا نداء من جميع اعضاء وعضوات الشبيبه الاشتراكيه على اننا نسجلوا في اللوائح الانتخابيه باعتبارها مسؤوليه ملقاه على عاتقنا حنايا كمواطنين ومواطنات. الا كنا باغيين نقطعوا صلتنا بواحد الفساد الانتخابي، الا كنا بغينا حنا كشباب وشابات نفعلوا ما جاء به الدستور 2011 وبغينا نفعلوا ما جاء به من مقتضيات على ارض الواقع، ونساهموا في السياق الديمقراطي وكذلك المسار التنموي اللي كيشهدوا بلادنا، هادشي كله ما يمكن ليناش نحققوه ولا نواجهوه بالمقاطعه ديالنا او العزوف ديالنا عن التسجيل في اللوائح الانتخابيه. بالعكس، هذا خصو يكون حافز لينا اننا نتسجلوا في اللوائح الانتخابيه ونثبتوا المواطنه ديالنا على اعتبار انها ممارسه سياسيه، ونورثوها كذلك للاجيال اللي من بعدنا. وهذا الرهان اليوم ماشي على الشباب فقط، وانما الرهان علينا كذلك كمسؤولين ومسؤولات، كفاعلين سياسيين وفاعلات سياسيات، كذلك كفاعلين جمعويين وفاعلات جمعويات، اننا نحسسوا الشباب بضروره التسجيل في اللوائح الانتخابيه والتشبت بالتصويت.